إخوان، السلام عليكم ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نحط الخطوات نتاع تفعيل حساب بيتا في أي دولة من دول العالم. غادي نحط 3 ديال الخطوات، غادي نشرح فيهم الطريقة الحقيقية والطريقة الصحيحة بلا ما نزيد فيها ولا ننقص منها وتحت المسؤولية ديالي. يعني غادي نحط طريقة كما ما حطها حتى شي واحد في التيك توك لا في الفيديوهات، لانني تقريبا شفت العديد من الفيديوهات على التيك توك اللي كتشرح الطريقه ولكن اللي كينقصوا او كيزيدوا شي حاجه، وهنا كيخرج الحساب ماشي بيتا، ماشي حساب فرنسي. غادي نشرح الخطوات من خلال هذا الفيديو توضيحي ونكملوا من بعد. الخطوه الاولى الاخوان هي غادي تمشي تفتح جيميل خاص، ماشي جيميل يكون عندك، غتفتح جيميل غتخصو غير الحساب بيتا. هذه هي الخطوه الاولى. من بعد ندوزو للخطوه الثانيه. دابا غندوزو للخطوه الثانيه. في الخطوه الثانيه ضروري غتانستالي في بي ان كوارك من بلاي ستور. غنخلي الاسم ديالو في اول تعليق باش اللي بغى انستاليه يمشي انستاليه من بلاي ستور. من بعد ما كتانستاليه كتدخل كما هكا، كنشوف ديال الواجهه اللي كيعطيك، كدير كونيكتي كيعطيك الدول. هذه قائمه ديال الدول اللي كاينه. كنمشيو لفرنسا، لا فرنسا. بالنسبه لفرنسا راه كاين تقريبا شي 20 في بي ان ولا 22 في بي ان، ولكن كاين واحد 4 ولا 5 اللي هما افيكاس اللي خدامين مزيان. كاين 84 فرونس، 84 فرونس، 86 فرونس، 110 وفرونس 111. انا من هنا بالنسبه ليا غادي نختار هنايا فرونس 110 اني اكتيفيت به بزاف ديال لي كونط. كما كتشوفوا هذه قائمه نتاع لي في بي ان. غنختار 110، غندير له كونيكتي. كيطلب منك باش تشوف واحد الفيديو، فيديو اشعاري. كندير فيديو. ها هو كونيكتي. دابا من كيتكونيكتا كيعطيك واحد الساروت الفوق حدا فين كيكون الصاج وفين كيكونوا لي نوتيفيكاسيون. من بعد ما كنتكونيكتا فيه كنتكونيكتا بهاد الفي بي ان فرنسا هي 110. ها هو كونيكتي. كنخرج. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه وهي المرحله الحاسمه. في المرحله الثالثه كنخرج، كنمشي لجوجل كروم كما كتشوفوا. من بعد ما كندخل لجوجل كروم كنمشي لثلاثه النقط اللي الفوق، كنمشي نافيغاتور بريفي المتصفح الخفي. كتخرج لي هاد الواجهه كما هكا. كندير تيك توك كما كتشوفوا. ندير تيك توك في الرشاش. بالنسبه لهاد الحساب راني فاتحو غير واحد الصديق ديالي وفتحتو له. كنمشي ندخل التيك توك. هنا كدير قبول الكل نتاع المتصفح. كيطلب منك باش انك تدخل لابليكاسيون ديال تيك توك كدير ليس الان. كندخل البروفيل، كندير تسجيل الدخول. نعاودو. ها هي تسجيل الدخول. كدير انشاء حساب. ها هي لتحت انشاء ليس لديك حساب. غادي دير هنا في هذه المرحله كدير انشاء حساب. من بعد كيعطيك كتختار جوجل. هنا غادي يطلب منك الجيميل والمود باس. غادي تدخل الجيميل اللي فتحت والمود باس هما كتشوفوا. بعد ما دخلت المعلومات نتاع الجيميل او كيعطيني بلي العمليه تمت بنجاح. كيطلب منك هنا تاريخ الازدياد. بالنسبه لتاريخ الازدياد من الاحسن الانسان يدير تاريخ الازدياد الحقيقي ديالو اللي عنده في بطاقه الهويه ديالو ولا في البطاقه اللي غادي يقدم بها اثبات الهويه. نختاروا مثلا هذا الصديق زيد في 1979. غنختاروا التاريخ وغادي دير التالي. هنا اختار اسم المستخدم. غير انا درت تخطي. اللي بغى يختار ما بغيش تختار، يعني هنا هذا ماشي اجباري. بغيت تختار اسم المستخدم اختارو، ما اختاريتش غادي يحطوا لك هما الاسم اللي عندك في الجيميل بحال هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هو الكونت دابا كاين. رحنا عاد في جوجل كروم. وشنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي مباشره نمشي اوفرير تيك توك. غادي دير كيتي للمتصفح الخفي غتحايدو باش تقدر تدخل. ها هو دخلنا للتيك توك. ها هو الكونت كاين في التيك توك. دابا خصني نعاود انسكريفي عاوتاني ندخلو من جديد في
التطبيق ديال تيك توك كنمشي كيما هكا كندير اضافه حساب. بالنسبه اللي عنده حسابات اخرى كندير لديك حساب بالفعل، كيعطيك هاد الصفحه، كتدخل كدير جوجل كيطلع لك هنا القائمه تاع لي جيمايل اللي عندك في التليفون. غتختار الجيمايل اللي فتحت به، بقى عاقل عليه، غتختارو مباشره، ما غادي يطلب منك لا مود باس لا والو، كيدخل لك ديريكت. ها هو الحساب، ديرو عدم السماح. ها انت ها هو حساب بيتا بادي من الصفر. غنمشيو نشوفو، نمشيو ندخلو لتيك توك ستوديو، غنمشيو للتربح، برنامج مكافآت المبدعين ومركز المبدعين. غندخلو نشوفو الشروط كما كتشوفو، غندخلو نشوفو الشروط. هو برنامج مكافآت المبدعين، ها هي 10,000 من المتابعين، 100,000 مشاهدة في أقل من 30 يوم الأخيرة. وهكذا غادي تكون فتحت حساب بيتا. كما شفتوا كانت هذه الطريقة الصحيحة. يعني غتفتح جيمايل، من بعد ما غتفتح جيمايل في الهاتف ديالك غادي تمشي لجوجل كروم، من بعد المهم خطوات شفتوهم في الشرح كما هما. هنا واحد النصيحة بغيت نوجهها للإخوان، سواء الناس اللي كيطلبوا ناس ولا كيشريو كونطات بيتا، ولا والناس اللي كيصاوبوا الكونطات نتاع البيتا. فهنا كاين واحد الحالة اللي كلشي كيتغاضى عنها، هي الحالة نتاع الجيمايل. فمثلا الا فتحت انا جيمايل بهذا الهاتف ديالي او الحاسوب ديالي او طابليت، فهنا ممكن انني نرجع هذا الحساب حتى بعد مرور 10 سنوات. يعني غادي نرجعو ماشي بالرقم الهاتف، ماشي بالكود داكتيفاسيون، ولكن ممكن انني نرجعو من خلال الجهاز اللي تفتح به الكونت بيتا. لهذا مثلا انا فتحت لواحد جوج اخوات، انا كنفتحهم بالمجان. اللي بغى نفتح له كونت بيتا مرحبا على الراس والعين، ولكن كاين واحد الشرط، ان الجيمايل انت كتصاوبو لراسك وكتصاوبو في الهاتف ديالك. كتصاوب الجيمايل، كتصيفط ليه الجيمايل ديالك المود باس. انا كندخل كنأكتيفي لك البيتا، كنأكتيفي لك كونت بيتا، كنصاوب لك الكونت. كتفتح انت الكونت ديالك في التيك توك، كتلقى فيه البيتا. هنا كتمشي تغير البيانات، المود باس، المسائل ديالك كاملين، البيانات الشخصيه، باش كيبقى هذه الطريقه الحقيقيه باش يبقى عندك الكونت. لان كاين الاغلبيه تاع الناس اللي شفتهم الله يسمح لهم في التيك توك كيعطيو الناس كونطات بيتا بالمجان، على اساس غادي يوصلوا ل 10,000، يحقق له الشروط وغياخذ له الحساب. غادي يفيق واحد الصباح غيلقى الحساب ديالو مشى. يعني هذه هي الطريقه، وهذه علاش درت هذا الفيديو باش نشرح فيه الطريقه كما هي. وكما وعدتكم في الفيديوهات، انا الفيديوهات ديالي المصداقيه التقنيه كما هي بدون حيف او زيف. غادي نوري لكم، غادي نحط الصفحات نتاع جوج اخوات اللي خدمت لهم كونطاج بيتا وبالمجان، ومستعد نخدم الناس، ما كاين مشكل بالمجان. وكاين الشرط الوحيد راني قلتو، انك تخدم جيمايل ديالك باش ما تحملش مسؤوليه الحساب ديالك، ولا يجي واحد النهار يقول لك راه مشى لي الحساب. هذه من جهه. من جهه ثانيه غادي نحط لكم الكونطات تاع هاد الاخوات، وراني زدت واحد الكونت بيتا تقريبا فتحته غير هاد واحد اليومين تقريبا، راه ماشي. درت فيه جوج فيديوهات، لان واحد الحاجه اللي بغيت نوصي عليها المحتوى الاصلي. انني درت واحد التجربه في واحد الكونت، هو غادي نحطو لكم. خديت فيه فيديو ديالي، ولكن خديته من تيك توك وليت لحتو في الصفحه، ولكن المشاهدات ديالو ما تحسبوش. لهذا كنوصي دائما المحتوى الاصلي، محتوى ديالك، يعني فيديو يكون ديالك. نتمنى تكون عمت الاستفاده في هذا الفيديو، وتحياتي للجميع.